ماتش الاهلي والمصري. انا اقول لك، الشوط الاول مستوى الاهلي متوسط وضغط من غير خطوره حقيقيه على مرمى المصري. مره شوطه من امام عاشور، ومره شوطه من معلول، ومره من عبد المنعم، على واحده من هاني، بس كلهم بعيد عن الثلاث خشبات. لحد الدقيقه 44 بتوصل كوره لرضا سليم اللي بتوصل على حدود منطقه الجزاء، شاطها وبترجع تاني لامام عاشور اللي بيصلحها له، راح شايطها رضا سليم على يمين محمود جاد، وبيجيب الجون الاول واتدلع براحتك يا رضا. وبيخلص الشوط الاول 1-0 للنادي الاهلي وكده رضا. وبدانا الشوط الثاني، وفي الدقيقه 52 باهر المحمدي بياخد طرد مستحق الحقيقه. كده المصري بيلعب ناقص 1 ومغلوب 1-0. دفاع المصري بيغلط، اللي يغلط يستقبل. تاو بيلفها لفه جاتو، وجبنا الجون الثاني وبقينا 2-0. وما كملناش، تاو في الدقيقه 74 من نفس المكان بيسجل الجون الثالث للاهلي. ايوه بقى يا ثلاثيات